يا صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عندنا مربى تين، معانا 2 كيلو من التين. هنغسلهم غسله كويسه ونصفيهم من الميه ونقطعهم ايه، هنقطع التين تقطيع بقى مكعبات صغيره. اهم حاجه ما يكونش التين مستوي، يكون التينيه كده ماسكه نفسها وحلو، ما تبقاش فيها خضرة عشان دي لسه ما استوتش. تمام. احنا دلوقتي بقى بنعمل التين بطريقة ماما الله يرحمها. احنا طبعا في شتاء ومحتاجين ناكل حاجات مسكرة، نعمل عيال سندوتشات مربى التين. تستخدم بقى في التورت في الحاجات ديت يعني. اهو بقى، والحاجة المسكرة جميلة. احنا بقى نقطع بقى التين اهوت، واول ما اخلص الكمية هجيلكم تاني عشان الكمية كبيرة ومش عايزة اخد من وقتكم. تمام. خلاص خلصت تقطيع التين. معانا سكر، هما دول كمية 2 كيلو سكر، قصدي 2 كيلو من التين هنحط عليهم كيلو سكر. اهم حاجة ما يبقاش بقى ايه، تبقى مسكرة قوي وطعمها لاذع. دلوقتي ضفنا السكر وهقلبه كويس مع التين، وهضيف الكمية التانية، الكيلو السكر برضو. لازم يبقى بيتك عمران من كل حاجة. الحاجة غالية، احنا بقى اللي نعملها في البيت ومضمونة. انا ما بحبش المربات بتاعت العلب دي، بحس ان طعمها كده غريب. وكمان اولادي بيحبوا المربى القطع، بيحبوها جدا وبيعشقوا. دلوقتي خلاص قلبنا التين مع المربى. اختي التين مع السكر، وهنحطها في التلاجة. طبعا يستحسن بقى نغطيها عشان ما تلقطش ريحه ولا حاجه. انا ما عنديش ستريتش راب، حطيته في شنطه وهبيتها الليله كامله في التلاجة. تمام. دلوقتي بقى تاني يوم معانا حله. شايفين المربى وجمالها؟ شايفين العسل؟ الله، ده تتاكل كده بالمعلقه، كفايه عليه. هنحط بقى الحله على النار، وهننزل بقى التين. هي نزلت السوائل بتاعتها اهو. هنقلبها على نار عالية، وتقعدي ايدك فيها ما تسيبهاش، وتقعدي تقلبي فيها. واول ما الريمة بتاعتها تظهر على الوش الحلة، انت بتطلعيها بتشيليها في طبق. هي ما عملتش ريم كتير، هنشيل الريم كله اهو. ايوه، شايفين؟ قلبتها وهشيل الريم تاني. ما تسرحيش وتنسي تعملي لايك. يلا اعملي لايك وتكتبي لي كومنت حلو عشان ايه، يوصلك كل جديد مننا. يعني شجعوني والنبي، تشجعوني. كل مره اقول لكم كده، شجعوني، عايزاكم تشجعوني واعملوا شير لاصحابكم وكده. خلاص احنا دلوقتي قلبنا التين، ودلوقتي مفيش ريمه الزهر على خلاص على الحله. وادينا اهو بنقلبها. شايفين الجمال؟ جميله جميله. اول ما تستوي هنجيلكم. انت اهم حاجه تكوني ايدك فيها سهله جدا ومش مكلفه، ومش هتاخد منك وقت، ويعني جميله. ومعانا بقى ليمونتين. دلوقتي انا عصرت ليمونه وهنزل بيها على المربى. هقلبها كويس وهسيبها تغلي شويه، تاخد لها غلوتين، ووطي عليها النار عشان ايه، تستوي. وقت ما تبرد وكده هحطها في البطرمان طبعا احنا معقمينه وغاسلينه ومعقمينه ومخلينه زي الفل. وهنضيف فيها بقى ايه، المربى. شايفين جمالها؟ شايفين؟ والله يا عسل عسل عسل. انا بحبها قطع كده وجميله، ما بحبهاش مهروسه قوي، حباها فيها قطع تتاكل كده. وتعملي بقى سندوتشات للعيال الصبح وهم رايحين المدرسه، هم هيتعشوا، هم هيفطروا، هم هيتغدوا. حاجه كده لذيذه. ساعات يبقى الواحد محتاج حاجه مسكره ياكلها، واحنا في شتاء، والشتاء ده هيودينا في داهية اكيد، وبنحب ناكل مسكرات كتير. دلوقتي اهو معايا البطرمان، هحط المربى في البطرمان. شايفين؟ وانا مش واخده بالي هوقع حبة في الطبق. لا 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 بقى، لازم أنا اوقع حاجه، ما يبقاش انا ده يعني. ده اقول ايه، علامه مسجله. شايفين الجمال؟ الله عليها، الله ما شاء الله عليها.
شايفين في الطبق؟ بوريكم الجمال. انا بعملها بطريقه امي الله يرحمها. معانا بقى رغيف فينو سندوتش بقى، هنحط فيه المربى التين. شايفين الجمال؟ واللايك مغطيها. شايفين؟ جميله جميله جميله. شايفين حلوه ازاي؟ شايفين هنا هي عامل بطرمانين، اختي هتاخد بطرمان وانا اخد بطرمان. جميله جدا. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك عشان يوصلكم كل جديد، ويا رب الفيديو يعجبكم يا رب. وتتابعوني على صفحتي البيج عائلة سيما، وتيجي تشرفوني في قناة عائلة سيما على اليوتيوب عشان يوصلكم كل جديد. دلوقتي مين ابني خد السندوتش المربى وكل منه، قال لي يا ماما ممكن اخده؟ قلت له خد يا حبيبي خد. بياكلوا. قال لي تمام. بيعشق حاجة المسكرات جدا. وما تنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك عشان يوصلكم كل جديد. باي باي. استنوا بقى في الفيديو اللي جاي.